السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل الرقاق الناشف بطريقة حلوة ومقادير مظبوطة جدا. هينجح معاكي من أول مرة. لو أول مرة تشوفي قناتي ندوس زر الاشتراك ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم في الكومنتات، وما تنسيش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. واول حاجه معايا 2 كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الاستخدامات منخول كويس جدا. معايا ميه دافيه، ال2 كيلو عليهم معلقه مليانه صغيره من الملح. هدوب الملح في الميه. هنزل بقى بالميه شويه شويه لحد ما العجين يلم معايا بالشكل ده. كده العجين بتاعي بعد ما ضفت الميه العجين لم معايا كده. دقيق خد مني كميه الميه دي كلها عشان دول 2 كيلو. هبتدي بقى الم العجينه دي وانزل بيها كده على الرخامه بتاعتي وابتدي اشتغل فيها. هنزل بقى برشه من الدقيق وابتدي اعجن في العجينه بتاعتي لحد ما العجينه تبطل تلزيق في ايديا بالشكل دوت. كده العجينه بعد ما لمت وبطلت تلزق، بصوا يا جماعه عجينه حلوه جدا مش ملزقه. بعد ما العجين بتاعي كده خلصته، هجيب صينيه بقى وادهنها بالزيت وهبتدي اقطع العجين بتاعي حسب الحجم الصينيه. انا هقطعه وسط بالشكل دوت. حابه تقطعيه اصغر بحجم الليمونه، وممكن تقطعيه اكبر من كده حسب الصينيه بتاعتك بالشكل ده. هخلص الكميه كلها واوريها لكم. ده يا جماعه العجين بتاعي بعد ما خلصته وقطعته. دي الكميه اللي عملت معايا من ال2 كيلو، ما شاء الله عليها. هاخد بقى العجين دوت وهبتدي ادهنه بالزيت، وشه بالزيت. بعد ما ادهن وشه بالزيت هبتدي اغطيه بالاسترتش بالشكل دوت. احاول على قد ما اقدر ما اسيبش مكان مهوي عشان ما يعملش طبقه ناشفه كده من فوق، هيضايقنا واحنا بنفرد العجين. هاخد الكميه دي كلها وهسيبها تستريح لمده ساعه وهغطيها بفوطه. ده العجين بتاعي بعد ما استريح. هاخده على الترابيزه وهبتدي اشتغل فيه. هاخد كده قطعه وهبتدي ارش دقيق واشتغل فيه. هجيب النشابه طول ما انا شغاله في الرقاق برش دقيق. هو بياخد مني، هي لازم يكون معايا كده حوالي نص كيلو من الدقيق اشتغل بيه ده لوحده كده. ده شكل الرقاق وهي بتتفرد يا جماعه. بيتفرد معايا بكل سهوله لان هو استريح. في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه، صاج الفرن من تحت بالشكل ده قلباه، وهبتدي اشتغل عليه. بتشتغلي والفرن مفتوحه وممكن تقفليها عادي يعني بالشكل ده. اول ما يتشمع من الرقاقه بتاعتي اقلبها على الناحيه التانية. ده شكله بعد ما خلص يا جماعه. بصوا واخد لون من هنا واخد لون من الناحيه التانية. رقاقه ناشفه تحفه. عشان الرقاق يفضل معاكي ما ياخدش مكان في الطبق زي ما هو كده، اول ما بتطلعيه سخن بترصصيه كله فوق بعضه بينشف وبيبقى مقرمش وتحفه. بصوا بالشكل ده. الرقاق يا جماعه مقاديره مظبوطه جدا، هينجح معاكي من اول مره. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونش في اللايك والشير. مع السلامه.